جاءت مواطنة تشتكي من وزارة التنمية، أعطيك إياها على البلاطة، أنه هذول وإحنا عايشين. دمعت عيني محمد، دمعت عيني، ورفعت التليفون وطالبت بأن هذه الإنسانة يوقف معها. دقوا علي من وزارة التنمية، قال محمد تعال. تفضلوا. قال هذا اللي أنت تكلمت عنها والله اللي نريده منك استفسر قبل لا تنشر، ما كل شيء تشوفه في السوشيال ميديا واقع. طلع معطايا إيجار بيت، طلع مساعدينها عن طريق الفرق الخيرية، طلع معطايا ومدفوع لها الكهرباء والماء، والإيجار ماشي غير المبلغ اللي تاخذه شهريا. رجعت لها مرة ثانية، قلت لها أنت شو سويتي؟ قالك ما يكفيني. قلت لها أنتوا ليش ما تتكلمين من قبل؟ وغيرها وحدة يا ارسلت لي بيت محترق، وتكلمت ونشرت في تويتر. يوم جاتني هيئة العمانية للأعمال الخيرية جزاهم الله خير تفاعلوا، وجزاه الله خير الرئيس التنفيذي، قال لي محمد ترى صور البيت المحترق هذا من 3 سنوات، وتمت مساعدتها وهي حاطة البيت كذي كل مرة تنشر عنه. إنزين، فبالتالي هني احنا نقع في المحظور، نعرض نفسنا للمساءلة القانونية. لا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعينك إنزين في توصيل رسالة وفي إيصال رسالة هي في الحقيقة ليست صادقة، وإنما هناك جهات اشتغلت على هذا الموضوع ووقفوا مع هذول الناس، والحكومة تراها إنزين شغالة. صحيح.